السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم ومرحبا. نلتقي اليوم مع درس من دروس النحو للصف الثاني الثانوي، وهو درس أسلوب الإغراء وأسلوب التحذير. يدور حوار بين أسلوب الإغراء وأسلوب التحذير، فيقول أسلوب الإغراء: أنا أسلوب لحث المخاطب على أمر حسن ليفعله، وهذا الأمر يسمى مغرى به. يرد أسلوب التحذير ويقول: وأنا أسلوب لتنبيه المخاطب إلى أمر مكروه ليتجنبه، وهذا الأمر يسمى محذرا منه. ويقول أسلوب الإغراء: أنا وأنت نتفق في الصور التي نأتي بها. فيرد أسلوب التحذير بسرعة ويقول: ولكني أزيد عنك بصورة. معنى كده أن الأسلوبين مطلوبين في حياتنا، واحد بيحس لعمل فعل محبب، والثاني بيمنع من عمل مكروه. تعالوا مع بعض نشوف ايه هي الصور اللي بيجوا بيها. صور يأتي بها المغرى به والمحذر منه. هما 3 صور: المفرد والتكرار والعطف. الأمثلة على المفرد: الصدق يا بني، الكذب يا رجال. هنا من الملاحظ ان الكلمة الأولى منصوبة، الصدق والكذبة، وطبعا كلنا نعرف ان الجملة الاسمية بتبدأ بمبتدأ مرفوع. فلماذا نصبت هاتان الكلمتين؟ ليه؟ ايه السبب؟ تعالوا مع بعض نشوف اعراب الصدق والكذب. نشوف اعراب الصدق والكذب: هو مفعول به لفعل محذوف جوازا، تقديره الزم او احذر. جوازا بمعنى ان ممكن اقول الفعل وممكن ما اقولهوش. يعني ممكن اقول الزم الصدق يا بني، وممكن ما اقولش، او اقول الزموا الكذب، احذروا الكذب يا رجال، او ممكن ما اقولش. يبقى هنا جوازا لان الصورة مفرد. طبعا ده عايز تركيز شوية وحفظ. يبقى عرفنا ان الصدق والكذب اعرابهم مفعول به. الصورة التانية التكرار. المثال: التعاون، الكسل. برضو هنشوف اعراب التعاون والكسل في البداية زي اللي فاتت، ولكن هيختلف باختلاف بسيط هنلاحظه. ايه هو بقى الاختلاف؟ ان هو مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره الزم او احذر. ما ينفعش ان انا اقول الزم التعاون او احذر الكسل. يبقى هنا وجوبا لان الصورة التكرار. طيب، ما اعراب الكسل الثانية او التعاون الثانية؟ يبقى احنا هنعرب الكلمتين دول. طبعا كلنا نعرف اللي لما نكرر لفظ نفسه هو نفس اللفظ بيكون اعرابه معروف جدا. هو ايه؟ ايوه بالظبط، توكيد لفظي للاولى منصوب بالفتحة. تمام. بالنسبة للصورة الثالثة اللي هي العطف، هنشوف كده مع بعض المثال: الوفاء والإخلاص، الإهمال والكسل. برضه عاوزين نعرف الكلمة الأولى وهي هتبقى زي دي بالظبط. يبقى الوفاء والإهمال اعربها بالظبط مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره الزم او احذر. يبقى هنا وجوبا لان الصورة عطف. يبقى عرفنا الوجوب في التكرار والعطف، اما الجواز في المفرد. طيب، ما اعراب الاخلاص والكسل بعد واو العطف؟ طبعا كلنا نعرف اكيد ان اعرابها هيكون الواو حرف عطف وما بعدها معطوف على ما قبلها منصوب بالفتح. نشوف الصورة اللي بينفرد بيها المحذر منها. طبعا نلاحظ في الامثله انها كلها بتبدا بلفظه ايه، وفي كاف خطاب. كاف الخطاب حسب المخاطب. يعني انا بكلم 2 هتبقى اياكم، جمع مذكر اياكم، جمع اناث اياكن. دي بتختلف حسب المخاطب. اما بالنسبه لايه احنا عايزين نعرف اعرابها بقى. ايه اعراب ايه في كل الصور؟ هتكون واحده طبعا. هتكون ايه منصوب على التحذير، مفعول به لفعل محذوف وجوبا. يبقى لازم نعرف بالظبط ما حكم حذف العامل او الفعل، تقديره احذر، والكاف حرف الخطاب.
تمام. نشوف الصورة الأولى مع ذكر لفظة إياك الإهمال. يبقى هنا بعد في صور ممكن ان انا اتي بها بالمحذر منه مفرد. يبقى انا عاوز اعرف هنا بس الاهمال. لو انا هقول اياك الاهمال، خلي بالك من اياك هنا تقديرا، احذر اياك الاهمال. يبقى هنا الاهمال هتكون احذر اياك الاهمال. ايوه بالظبط، مفعول به ثاني للفعل احذر منصوب بالفتح. تمام. طيب بالنسبة لإياك الإهمال، هنا الإهمال هي نفس الإهمال السابقة، ولكن هنا الفرق في إياك تكرار إياك، وأخدنا برضو إن لما نكرر لفظ هيكون توكيد لفظي للأولى منصوب بالفتح. تمام. الصورة الثالثة واضحة جدا وسهلة، في حرف عطف وبعدين الإهمال. أكيد كلنا هنقول إن هو حرف عطف وما بعدها معطوف. غلط إن أنا أقول معطوف، أنا المفروض أديها حقها وأقول الإهمال مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر. ليه غلط؟ لأن هنا بعطف عطف جملة على جملة. التقدير هنا أحذر إياك واحذر الإهمال، فهنا طبعا احذر الإهمال جملة وليست كلمة، فلازم أديها حقها. الصورة اللي بعد كده سهلة جدا وفي حرف جر. كلنا هنعرف إن المحذر منه جاء اسم مجرور، يعني سهلة وواضحة. الصورة اللي بعدها عندنا هنا المحذر منه جه في صورة المصدر المؤول، أن تهمل. هنا أن زائد الفعل المضارع بيدينا مصدر مؤول، أن تهمل. هنا مصدر مؤول. المصدر المؤول هو عبارة عن أن الناصبة زائد الفعل المضارع، وليه صور أخرى ولكن هنتحدث عن أن زائد الفعل المضارع هنا. في الوقت ده هيجي لو سأل مش هيقول اعرابه هيقول ما المحل الاعرابي للمصدر المؤول. طب ازاي انا اجيب المحل الاعرابي؟ مين يعرف؟ عشان اجيب المحل الاعرابي للمصدر المؤول لازم احوله لمصدر صريح. ازاي؟ يعني مثلا هقول ان تهمل بمعنى الاهمال، ان تذاكر بمعنى المذاكرة. فهنا لو هقدرها اقول اياك الاهمال، بقت نفس الصورة الأولى. يبقى هنا أن تهمل في محل ايوه بالظبط كده زي ما قلته، في محل نصب، مصدر مؤول في محل نصب لأنها مفعول به تاني، نفس الجملة الأولى. تمام. طيب هنا كده انتهينا من الدرس وسهل جدا. نشوف الملخص السريع له. المغربي يأتي في 3 صور، مفرد مكرر معطوف. المحذر منه يأتي في 4 صور، مفرد مكرر معطوف. لفظة وبعد لفظة المحذر منه بيجي في صور مختلفة دون عطف، مفرد يعني، أو معطوفا بالواو، أو مجرورا بمن، وقد يأتي بعده مصدر مؤول، وقد تتكرر إياك زي ما شفنا. نشوف بعد كده تدريب بسيط سهل. ما حكم حذف العامل في هذه الجمل؟ العامل بمعنى الفعل. همسك جملة جملة ونشوف. إياك والكذب، احنا اتفقنا امتى يكون جائز وامتى يكون واجب، وسهل جدا. هنا إياك والكذب. هنا الصورة؟ أيوة بالظبط زي ما انتوا بتقولوا كده، الصورة هنا عطف. طب تنفع في الجائز؟ لا طبعا مش هتقبلها، ولكن تنفع في الواجب. طيب احذر الكذب يا بني، هنا تمشي؟ هنا تمشي لانها هنا مفرد الكذبة. طيب الصدق يا رجال، ايوه صح هنا مفرد هتقبل. طيب الصدق والاخلاص ايه رأيكم؟ طبعا ما تقبلش صح لانها معطوف او عطف، هتقبل هنا. طب الصدق نحطها هنا؟ لا صح ما نحطهاش، هترجع. ليه؟ لان هنا مكرر، والتكرير قلنا التكرار هيكون واجب الحذف. بكده نكون انتهينا من الدرس، وهو سهل جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.